مثل كارت بيل، يعني لاعبين كثيرين وكثيرين يعني جيدين مع منتخب ويلز. لكن أنا بالواقع إنجلترا متصدر المجموعة، أمر طبيعي جدا. إنجلترا الفترة الأخيرة تحسن ملحوظ، صح التعثرات الأخيرة في بطولة دوري الأمم الأوروبية، لكن هذا أمر كان مو مقياس، هذا أمر مو مقياس. فإنجلترا متصدر لمجموعته الأولى، مجموعته الثانية متصدر لمجموعته. بقى عندنا فقط إيران وأمريكا والويل. إيران يعني جيد، إنجلترا عفوا أمريكا جيد، ويل أيضا جيد. لكن بالأمر الواقع ما تقدر تتحسن أو تتبع على المنتخب اللي راح ينافسك بمجموعتك أو بمجموعة المنتخبات الأخرى. فأنا أتوقع المجموعة هاي مجموعة صعبة، مجموعة قوية، تضم منتخبات رائعة، وأيضا مجموعة جدا جدا قوية. في المركز الثاني